مساء الخير واهلا وسهلا بكم في الصالون الثقافي رقم 101 لحركه علمانيون. لقاءنا النهارده هيكون عن مناقشه الافكار لابن رشد وابن تيميه وتاثير كل منهم على الواقع. فاذا كان ابن رشد له بالغ الاثر في تطور الحضاره الاوروبيه، وعلى النقيض ابن تيميه وما وصلت له حضارتنا الان والافكار المسيطره على واقعنا. عنوان صالون النهارده هيكون تحت عنوان ما بين ابن رشد وابن تيميه قراءه نقديه في ظلال الواقع. يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا ضيف علمانيون واللي بنتشرف بالتعاون معاه لفترة تقارب عام ونصف، دكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة. أنا في الحقيقة أنا اللي بتشرف يعني بما تتيحه حركة علمانيون ليا من الالتقاء مع يعني مجموعة من الشباب اللي بنتوقع إنه تغيير مصر الحقيقي ممكن يبقى يعني من خلالهم بشكل أساسي. الموضوع اقترح علي أحمد أن أنا أتكلم في هذا الموضوع، وحسنا اللي قدمه أستاذ أحمد مختار إنه وهو بيقدم الموضوع أشار إلى إنه ابن رشد كان له تأثير كبير في تطور الحضارة الغربية، وعلى العكس فإنه بنتوقع إنه ابن تيمية مسؤول عن حالة الانحدار اللي بيمر بيها العالم العربي والإسلامي على العموم. وده المتوقع، كل حد بيسمع العنوان يتوقع ما قاله أحمد في الحقيقة. اسمحوا لي انه انا يعني في الصالون بتاع اليوم ده يمكن ان انا اتحدى هذه الفرضية، هذا التصور اللي بيتصور طول الوقت انه ابن رشد العقلاني الاكبر اللي لعب دور كبير جدا في نمو وتبلور العقلانية الاوروبية، وفي المقابل فانه ابن تيمية يعني كلنا ممكن نتفق حوالين الدور اللي لعبه ابن تيمية في كسر مسار العقلانية، لكن المدهش انه ابن رشد هو كمان عنده دور في كسر مسار العقلانية في العالم في الفكر الإسلامي على العموم. ابن رشد لا يمكن التعامل معه طول الوقت هذا التعامل البسيط الذي يرى فيه رائد التنوير ورائد العقلانية، وإنه إذا شئنا إنه إحنا نستدعي من تراثنا نماذج على المفكرين العقلانيين والمنورين الكبار، فهيظل النجم الكبير هو ابن رشد الذي ينبغي استدعائه. وأنا في الحقيقة اسمحوا لي كده منذ البداية أقول إنه أنا ضد هذه الأطروحة، وبرى إنها أطروحة فيها كتير من الفساد اللي أنا سأحاول أن أظهره لكم شيئا فشيئا. وأنا في الحقيقة كنت بدأت التفكير في هذا الموضوع منذ سنوات ما تقلش عن 15 سنة، لأني كنت نشرت دراسة، نشرت هذه الدراسة في مجلة ألف اللي بتصدرها الجامعة الأمريكية في القاهرة سنة 98. كنا بنحتفل بمرور أظن 800 سنة على وفاة 1000 سنة كنا بنحتفل بمرور 1000 سنة على وفاة ابن رشد. 800 سنة على وفاة ابن رشد. وكانت الألف خصصت العدد بتاعها في هذا العام لابن رشد، فأنا كتبت دراسة في هذا العدد كانت معنونة الانكسار المراوغ للعقلانية من ابن رشد إلى ابن خلدون. وكنت متعمد ان انا اقف عند الاسمين دول باعتبار ان الاسمين دول بيشار اليهم باعتبارهم النجوم الكبار او النجمين الأكبرين في ما يسمى بالعقلانية العربية. إذا كان كلامي ده بالنسبة لابن رشد، فابن تيمية أيضا يعني لا ينبغي أن يحمل بكل ما يتردى في العالم العربي في هذه الآونة. ابن تيمية في الحقيقة الجانب اللي استقر واللي بقى في الموروث اللي هو الموروث العام في الحقيقة، لأنه ابن تيمية في جانبين
مش جانب واحد. ابن تيمية لا ينبغي النظر إليه على أنه مفكر أحادي الجانب أو حتى فقيه أو أصولي أحادي الجانب. ابن تيمية عنده مجموعة كتب نقدية فيها درجة عالية جدا من الحس النقدي، اللي فيها تقريبا نقدر نقول يعني عنده كتاب اسمه نقد المنطق مثلا. في كتابه النقد المنطق في الحقيقة الكتاب مكرس لنقد المنطق الأرسطي، ونظراته النقدية في هذا الكتاب بتكاد تقترب به إلى حد كبير من التفكير التجريبي. وده شيء غريب جدا انك يعني تكتشف انه المفكر الذي يقال طول الوقت انه مسؤول عن الازمه ومسؤول عن التدهور ومسؤول، انا عايز يعني اقول لكم انه الامور اكثر تعقيدا من انه يتم التفكير في فيلسوف او في مفكر او في فلسفه بمنطق الابيض والاسود، انه ابن رشد كل البياض موجود عنده وانه ابن تيميه كل السواد موجود عنده. فانا عايز احرر في البدايه، احرر حضراتكم واحرر نفسي انا كمان من هذه الاطروحه المستقره التي ترى اللي بتفكر طول الوقت بمنطق التصنيف، وانه لابد انه كل واحد يتحط في دائره، والدائره دي اما انها بيضاء واما انها سوداء. الفكر الانساني اعقد من ذلك بكثير. وانا يعني اسمحوا لي اقول لكم انه ده اصبح مرض، يعني مرض التصنيف ومرض القولبه، مرض بيعمينا عن رؤيه الحقيقه، يعني بيبعدنا الى حد كبير عن رؤيه الحقيقه. احنا علينا ان احنا نقول ان احنا مهمومين بسؤال العقلانيه، ومهمومين فيما يخص هذا السؤال تحديدا بما الذي اعاق تبلور العقلانيه في الفكر الاسلامي او في التراث الاسلامي على العموم. هناك معوقات، في عوائق كثيره في هذه الثقافه عملت خنق للعقلانيه وقطعت مسار التفكير العقلاني. فايه رايكم لو بدات نخرج معا كده في هذه الاسماء في الاسمين المطروحين، علشان نخرج بدرس مهم جدا، انه حتى وانا علماني وانا بفكر بشكل علماني لازم ادرك تعقيد الواقع، انه الواقع معقد، وانه الواقع لا يقبل ابدا انه يتصنف تصنيف سهل كده او كده، وانه علينا العلماني الحقيقي او البني ادم الحقيقي او العقلاني الحقيقي هو اللي يحرر نفسه من منطق التصنيف، انه مشغول طول الوقت بتصنيف الظواهر. الظاهره دي لازم تتحط هنا، ده لازم يتحط هنا، ده مش فهم. الظواهر كده لا تفهم، الظواهر كده بتتحول الى موضوع لاحكامنا، واحكامنا في احيان كتيره جدا بتكون احكام لا مبرر لها في الظاهره اللي انا بلاحظها، بقدر ما مبررها يقوم في تحيزاتي وانتماءاتي الايديولوجيه. يعني جزء كبير جدا من احكامنا اساسه قايم في عقولنا، مش في الظواهر اللي احنا بنتامل فيها او بندرسها او بنقراها. فخلونا نيجي، يعني انا رايي انه سؤالنا هو ازاي يعني، وخصوصا انه احمد ربطني بحكايه الواقع، ان احنا بنقرا باستمرار، مش بنقرا باعتبار انه دول جزء من التاريخ. قرايتنا مش قرايه تاريخيه، احنا ما بنقراش باعتبار ان ده تاريخ ومضى وانتهى، احنا بنقرا باعتبار انه دي كيانات لا تزال حيه تسعى موجوده بيننا لحد دلوقتي. فلما اجي اشوف ما يتعلق بابن رشد مثلا، واشوف مشاكل ابن رشد عنده مشاكل كثيره. احيانا يعني بتجد انه واحد زي الغزالي اللي دخل معاه في جدال مشهور، عارفين الكتاب اللي عمله الغزالي عن تهافت الفلاسفه، واللي رد عليه ابن رشد بمؤلفه الضخم تهافت التهافت.
لما بتتابع الحوار ده والجدل ده، السجال اللي دار بين المفكرين دول، في احيان كتيره بتكتشف انه الغزالي كان اكثر عقلانيه من ابن رشد في الحقيقه. يعني في بعض الاحيان تكتشف فعلا انه الغزالي الاشعري كان عقلاني اكتر من ابن رشد. لكن هنا مش المشكله، يعني هنا كمان مش المشكله. المشكله في انه تصورات ابن رشد ما خرجتش عن التصورات القارة الأصيلة في الثقافة العربية الإسلامية. إيه التصورات القارة اللي لازالت قائمة ومهيمنة للآن، ودي اللي لابد إن احنا نفكر فيها ونشوف ابن رشد تحرر ولا ابن رشد كرس وثبت هذه التصورات. مفهوم الأصل، مفهوم التفكير بأصل، انك طول الوقت عندما تمارس التفكير لا تمارس التفكير باعتباره عملية إبداعية، وإنما تمارس التفكير دائما منطلقا من أصل، من نموذج. أول ما نسمع فكرة التفكير بالأصل دي بنشوف ببساطة، يعني أي محلل بينتهي ببساطة إن دي هي من نتاجات العقل الفقهي، لأنه العقل الفقهي باستمرار بيفكر بثنائية الأصل والفرع، طول الوقت هو بيفكر بالثنائية دي. فكرة التفكير بأصل هي الفكرة المركزية في الثقافة العربية الإسلامية، واللي محتاجة طول الوقت إزاي نخرج العقل، نحرر العقل من سطوة الأصل. طول الوقت لحد، يعني انا عايز اديكم، يعني انا عايز اقرب لكم فكره الاصل دي. خلوني اقول لكم مثلا اخونا الماركسي مثلا لنفترض ان انا عايز يعني هقدم لك المثل ده مثل تبسيطي مقصود، لا اقصد بيه اهانه حد ولا ذم حد ولا قطع حد على الاطلاق، انا فقط عايز اقدم لك تصور يعني ايه بتفكر باصل. يعني عندك قالب ايديولوجي في دماغك، القالب الايديولوجي ده بتلبس فيه الظواهر الموجودة في الواقع. تبتيجي الظواهر تكون أكبر من القالب، فتضطر تضيق الظواهر علشان تدخل فين؟ تدخل في القالب. هنا أخونا الماركسي اللي بيفكر بهذه الطريقة واقع تحت سطوة إيه؟ تحت سطوة أصل بيفكر بيه طول الوقت. هنا بقى الأصل ده ممكن يكون كارل ماركس، ممكن يكون فولتير، ممكن يكون الغزالي، ممكن يكون النبي محمد، ممكن يكون ابن سينا، ممكن يكون مفيش، يعني ممكن يكون السلف الصالح مثلا. يعني الأصل المضمون بتاع الأصل ده ممكن يختلف من جماعة لجماعة، من عصر لعصر، من لحظة للحظة، يمكن أن يختلف، لكن يظل طول الوقت العقل عنده نظام في الاشتغال. كل ما يجي العقل يشتغل لازم يستحضر على طول أصل علشان يلبس الظواهر في هذا الأصل. يعني يا إما يفكر بنموذج، يا إما يفكر في أصل جاهز، في نموذج جاهز. العقل طول الوقت شغال على تعبئة الظواهر جوه هذا النموذج، جوه هذا الأصل بالظبط كده. بالتأكيد يعني دي نتيجة من نتاج هيمنة الفقه على الثقافة، لأنه الفقه طول الوقت بيفكر إزاي الفقيه بيفكر بأنه في يعني حوادث بتقع، نوازل بتقع، وأنه طول الوقت عايز يعمل إيه؟ عايز يرد هذه النوازل إلى الأصل الثابت لكي يعني يصل إلى الحكم الشرعي على هذه النازلة أو هذه الحادثة الجديدة. طول الوقت التفكير بالأصل ده تفكير الحاقي استتباعي، دايما العقل متأيد. خد بالك هنا انه العقل دايما متأيد بسلطة هذا الأصل، ما يقدرش يجي كده يبص في الظاهرة منه ليها مباشرة، باستمرار طول الوقت الأصل حاضر.
منطقه طول الوقت منطقه اكراه الظواهر، اجبار الظواهر على ان تدخل ضمن هذا الاصل. عشان كده العقل هنا هذا النوع من العقل بالمناسبه هو اللي بيؤدي في النهايه بناء، يعني تركيبته، طبيعته، بنيته بنيه استبداديه، يعني بنيه هذا العقل. وعلشان كده الاستبداد اللي انت بتواجهه في الحقيقه لا يمكن النظر، اللي بنعيشه في العالم العربي والاسلامي لا يمكن النظر اليه على انه مجرد استبداد سياسي، وانك بمجرد ما تقضي على الانظمه السياسيه المستبده حتى الصبح، تاني يوم الصبح هتبص تلاقي الحياه بقت ورديه والنظم ديمقراطيه وكل حاجه تمام و الى اخره. لا، لانه الاستبداد اللي بتغذيه، اللي بتنتجه، الاستبداد اصبح بنيه ثقافيه، مش مجرد بنيه سياسيه، بنيه عقليه، جزء من بنيه العقل. العقل بيشتغل بالطريقه دي، العقل تابع طول الوقت لسلطه نموذج، لسلطه اصل. هنا اي عمل تنويري او اي عمل يزعم انه او ينسب نفسه للتنوير، قضيته تبقى ايه ببساطه؟ قضيته انه يحطم هذا النمط من التفكير، يفكك هذا النمط من التفكير. يعني يفكك العقل اللي بيمارس التفكير ده. لكن انك تروح تغير اصل باصل، وانا يعني هوصل من هنا لابن رشد على طول، انك تروح تعمل ايه بقى؟ كل شغلك هو ايه؟ هو انك تغير اصل باصل. الاصل مثلا كان اللي بيفكر بيه الغزالي، خلينا نقول الاصل بيفكر بيه الغزالي مثلا، كان هو الوحي الديني، كان هو ابو الحسن الاشعري، كان هو استاذه الامام الجويني، امام الحرمين الجويني. دي الاصول اللي بيفكر بيها الراجل، العقل الاشعري ببساطه. هل عندما تنتقل من التفكير بالاصل الديني اللي كان بيفكر بيه الغزالي للتفكير بالاصل الفلسفي اللي جعل ارسطو هو الاصل، هو النموذج الذي ابن رشد بيتحدث عن ارسطو حديثا تبجيليا بيتجاوز حدود التبجيل الى حدود التقديس. هو يرى انه ده اكمل العقول، ده نصه بالمناسبه، ده نص ابن رشد بالمناسبه، يقول كده: اكمل العقول الانسانيه قاطبه. مفيش عقل بلغ حدا من الكمال مثلما بلغ العقل الارسطي. وبالتالي فالمطلوب اذا شئتم ان تبقوا عقلانيين وتبقوا معرفش ايه، انه ارسطو يبقى هو النموذج الذي تفكرون به في كل المسائل. في الحقيقه بالطريقه دي نستطيع ان نقول انه ابن رشد لم يحطم عقل التفكير بالاصل، وانما هو نقله من منطقه الاصل الديني وحطه في منطقه ثانيه اللي هي الاصل الارسطي، التفكير بالاصل الارسطي على الثقافه، على الناس. عشان كده منتهى عمل ابن رشد طول الوقت. اسمحوا لي ارد بس على التليفون، اسكته بس. محمد انا في ندوه دلوقتي وهكلمك بعد ما. اللي عمله ابن رشد مش احنا العمل التنويري، العمل العقلي بيقتضي انك تتجاوز منطق التفكير بالاصل. لكن اللي عمله ابن رشد ببساطه هو انه لم يحطم عقل التفكير بالاصل، وانما استبدل الاصل السائد او استبدل بالاصل الديني السائد اصلا جديدا هو الاصل الارسطي. فاصبح ارسطو هو النموذج
الذي ينبغي أن يتم التفكير به، باعتبار أن أرسطو هو أكمل العقول الإنسانية على الإطلاق. هل نقدر نقول هنا أنه ابن رشد أحدث نقلة قوية في مسار تطور العقلانية العربية أو العقلانية الإسلامية؟ ما نقدرش نقول، لأنه بيفكر تحت نفس النظام، واقع تحت نفس النظام، هو جزء من النظام، هو بيفكر بكل أدوات النظام المهيمن في هذه الثقافة، لم يخرج عنها على الإطلاق. ولهذا السبب أنا يعني أحيانا بستعجب من المدح المجاني أحيانا لابن رشد، ومش بقصد عزيزي أحمد، أنا بقصد آخرين أساتذة كبار، بالمناسبة أساتذة كبار عاملين ابن رشد ده حاجة كبيرة جدا. المدح المجاني الذي يمارسونه لابن رشد لما يقولوا لنا إنه ابن رشد هو يعني من ساعد على تبلور العقلانية الأوروبية الحديثة. طب إزاي؟ لما تكون العقلانية الأوروبية الحديثة قد تبلورت ضد أرسطو، يعني تبلور العقلانية الأوروبية الحديثة بشكل أساسي نشأ في مواجهة مين يا أخوانا؟ في مواجهة الأرسطية بشكل أساسي وسطوتها وقوتها. فكيف يكون لفيلسوف الأرسطية وشارحها الأكبر أن يكون هو الممهد للعقلانية الأوروبية الحديثة؟ الأرسطية تعني ماذا؟ الأرسطية تعني سيادة نوع من العقلانية، لكن العقلانية دي في حقيقتها عقلانية صورية. حتى بنسمي منطق أرسطو لحد دلوقتي باسم إيه؟ باسم المنطق الصوري بالظبط، لأنه فورمال شكلي، بمعنى إنه المسلمات الأولية في العقل دي بتوجه تفكير أرسطو في العالم. وفي يعني أمثلة كثيرة جدا في قلب الأرسطية، في قلب التفكير الأرسطي، بتؤكد لنا على هذه المسألة، إنه العقلانية الصورية، يعني مثلا انتوا عارفين النظام البطلمي، نظام الفلك البطلمي القديم كله قايم على إنه الأرض هي المركز بتاع الكون. الفلك البطلمي كله يعني تبلور في إطار الفيزيكس بتاعت أرسطو، الطبيعيات الأرسطية، يعني ده جزء ممكن نظر إليه على إنه جزء من الطبيعيات الأرسطية بشكل أساسي. هذا النظام البطلمي السند إلى إيه؟ السند إلى إيه؟ في جعل الأرض هي المركز بتاع الكون، وده النظام حتى اللي ظل مسيطر طول الوقت على النظام الفلكي لحد ما جاء جاليليو وعمل كشوف مختلفة، ومع ذلك الكنيسة لتبنيها الأرسطية وتبنيها الفكرة الأرسطية في إنه الأرض هي مركز الكون، ظلت الكنيسة تحارب جاليليو لهذا السبب. يعني يعني الحرب ضد جاليليو في الأساس نستطيع أن نقول أنها ليست حرب الكنيسة، ولكنها حرب أرسطو. هي حرب أرسطو، حرب من أرسطو ضد العلم الحديث. إنه العلم الحديث بداياته الأساسية منين؟ بداياته الأساسية من العالم، من الملاحظة، من التجربة. بينما الأرسطية كلها مؤسسة على إيه يا إخواننا؟ على فروض عقلية، فروض من العقل، فروض نظرية العقل بيفرضها. يعني مثلا ليه الأرض مركز الكون؟ لأنه الأرض مكونة، لأنه الكون كله متكون من عناصر 4، التراب والمية والهواء والنار. وبما أنه التراب هو أثقل هذه العناصر 4، فهذا العنصر الثقيل لابد أن يكون هو المركز. ولهذه الفكرة، لهذا الاستنتاج، مش يعني
القول بمركزية الأرض هنا ما هواش قائم على ملاحظة تجريبية. القول بمركزية الأرض هنا قائم على إيه يا أخوانا؟ قائم على فرض نظري، فرض من العقل عمل هذا الفرض، وبناء على هذا الفرض بدأنا نحاكم التجربة. يعني التجربة هنا بتخضع لسطوة الفروض النظرية اللي بيفرضها العقل بشكل أساسي. العلم الحديث كله احتجاج على هذه المسألة، احتجاج على البدء من المقولات العقلية كده الفارغة والنظر إلى العالم كله من خلال هذه المقولات ومن خلال هذه الأفكار التي ليس عليها برهان، كلها تصورات ميتافيزيقية تقريبا. العلم بيبدأ بداية تانية، بيبدأ بداية مختلفة. جاليليو لما جاء اكتشف انه الارض مش لازم تكون هي المركز وانه الشمس هي المركز، عمل ده ازاي؟ عمل ده بالملاحظة، بتطور العدسات وصنع تلسكوبات والى اخره. فكانت الملاحظة هنا هي نقطة البداية في تقويض النظام البطلمي القديم وبداية النظام الفلكي الحديث. أنا بقدم لكم مثل واحد للكيفية اللي بيبدو فيها أرسطو مخاصما للحداثة، مخاصما للعلم الحديث، بحيث انه احنا نقدر نوصل الى انه العلم الحديث في جوهره ثورة على الأرسطية. وحتى احنا لما بنيجي في التراث الإسلامي بالمناسبة، من هنا ممكن الإشارة إلى ابن تيمية في السياق اللي احنا بنتكلم فيه، يعني اللي بيقروا نقد المنطق بيلاقوا انتقادات كتير في بيلاقوا انه نظريه يعني ابن تيميه انه المنطق الارسطي ده فيه مشكلات لانه كله قايم على فروض عقليه مش بادي من تحت. ابن تيميه كان مع ان احنا ممكن نبدا منين يا اخوانا؟ نبدا من القضايا الجزئيه، مش من الكليات، مش من الكليات او الكليات النظريه الكبرى. اللي بنزهوا بيهم من علمائنا زي جابر بن حيان وما اعرفش مين ومين ومين ومين، هم الناس اللي كانت بتفكر ضد مين؟ هي الناس اللي كانت بتفكر ضد ارسطو في الحقيقه. مش كانوا جزء من العلم الارسطي ولا من الفكر الارسطي ولا من التصورات الارسطيه، لان التصورات الارسطيه بترى العالم طول الوقت من منظورات شبه ميتافيزيقيه. فالمدهش انه يجي لنا يتقال لنا انه هذا الابن رشد هو واحد من المبشرين الكبار بالعقلانية الأوروبية الحديثة. طب ازاي نصدق هذا الكلام؟ يعني كيف لنا أن نصدق هذا الكلام على حساب ابن تيمية؟ ده من ناحية التفكير على العموم مفيش هذا النزوع لتحرير العقل من فكرة هيمنة الأصل عليه. احنا لحد دلوقتي حتى العقل العربي دلوقتي هو بيشتغل في اللحظة اللي احنا فيها دي، يعني في هذه اللحظة اللي احنا فيها دي. لو شفت اللي بيتحاربوا على الساحة المصرية، كل الفرقاء الخصوم دول اللي قاعدين بيتناوشوا على الساحة المصرية كلهم انطلاقا من ماذا؟ حتى الليبراليين، حتى العلمانيين، حتى كله عنده نماذج في ذهنه ويريد للواقع في مصر أن يتم تعبئته في هذه النماذج. أنا آسف أن أنا بقول حتى الإخوة العلمانيين عندهم هذه التصورات، عنده نموذج، عنده هذا النموذج في ذهنه ويريد أن يعبئ الواقع في مصر، يعني يجيب الواقع كده يقهره قهرا على أنه يدخل داخل النموذج الذي يملكه في أو الذي يحمله في ذهنه، مش مشغول بكيفية ازاي تصنع العلمانية، ازاي تصنع العقلانية، ازاي مش يعني الافكار عندنا اقرب الى النماذج الجاهزة الفارغة اللي هي قابلة للامتلاء، والمطلقات كده الهائمة، هي مطلقات كده هائمة في الفضاء، واللي هي قابلة للتعبئة بأي مضمون. تيجي على أي واقع وتقول له ادخل يا واقع، فالواقع يقول لك حاضر هدخل. بس المشكلة بنكتشف طول الوقت ان الواقع ما بيدخلش. الواقع بيفضل عنيد ويتحدى هذه القوالب الفارغة. فبنتحول الى ايه؟ بنتحول الى شتامين للواقع، نفضل قاعدين نشتم في الواقع، واقع جاهل ومتخلف
ورديء و الى اخره. واظن اللي يشوف دلوقتي اخواننا الليبراليين كلهم اللي هم بيستقيلوا من الكتابه ومن التفكير ومن كل حاجه، يدرك انه ازمتهم كلها فين؟ ازمتهم كلها في انه الواقع ما سمعش كلامهم الجميل. بالظبط كده، هم قاعدين عندهم كلام جميل، قاعدين طول الوقت عندهم شعارات بيرددوها وبيكرروها و الى اخره، ويقولوا يا واقع ادخل. فعايزين نقنع الناس دي، نقول لهم يا اخوانا الامور ما بتمشيش بالشكل ده. يعني التفكير كمان ما بيمشيش بالشكل ده. ما تروحليش تجيب لي فولتير وتقول لي دلوقتي انا هلبس فولتير على ابن تيميه، ما تنفعش، مش هتمشي. ده انت دلوقتي عندك ابو اسحاق الحويني وما اعرفش مين ومين، هتجيب لي فولتير كان بابو اسحاق الحويني؟ ولا لازم تفكك الاول ابو اسحاق الحويني ده، لازم تشوفه جاي منين وتحاول يعني تقصقص له ريشه بحيث لما يجي يطير يبص يلاقي نفسه وقع. يعني بتصور ان احنا يعني واقعين لحد دلوقتي في أسر هذا النوع من العقل، اللي هو عقل التفكير بأصل، عقل التفكير بنموذج، إما نموذج أو أصل. وإنه ابن رشد لم يساعد على إنه نتحرر من سطوة التفكير بالأصل، بل إنه نوع لنا الأصول، قال لنا بدل ما تبقوا طول الوقت كده قاعدين بتفكروا بالأصل الديني، فإحنا هنقدم لكم كمان الفلسفة باعتبارها بيت، هي كمان مجال، هي كمان لمزيد من الأصول اللي ممكن تفكروا بيها. فودانا أرسطو كنموذج نفكر بيه. عايز أديكم مثل ومقارنة في الحقيقة هعملها بين ابن رشد وبين فيلسوف تاني مهم في نظرية مهمة جدا في الحقيقة، نظرية مراتب الناس. عارفين الفلسفة القديمة كلها، الفلسفة لما اتكلم عن الفلسفة القديمة بقصد الفلسفة اليونانية القديمة، ودي نظرية موجودة عند أرسطو، موجودة قبل أرسطو كمان عند أفلاطون، نظرية تقسيم الناس. عارفين المثل اللي احنا بنقوله دلوقتي الناس معادن؟ يعني فكرة الناس معادن دي، أو لا، تعبير الناس معادن ده تعبير مستمد من الفلسفة القديمة. في الحقيقة الفلسفة القديمة كانت أفلاطون كان بالفعل بيقسم الناس بحسب المعادن، ويقول كده في ناس ذهب وناس ما اعرفش حديد وناس صفيح وناس ما اعرفش حاجات كده يعني. وكانت النظرية دي ليها جانب متعلق، ما كانش فقط الأمر متعلق بمضمونها الاجتماعي، إنها بتقسم المجتمع لطبقات، وإنه بين الطبقات عوازل يعني صارمة، وإنه ما ينفعش حد يقفز من طبقة لطبقة. فابن الإسكافي عليه إنه يبقى إسكافي، وابن معرفش مين عليه إنه يبقى، وابن الملوك طبعا هيفضل طول الوقت ملك. يعني دي النظرية القديمة اللي سادت واستقرت في الفلسفات القديمة، واللي هي تسللت إلى المفكرين المسلمين ومنهم ابن رشد. ابن رشد خدها علشان يستفيد منها في نظرية التأويل، بناء نظرية التأويل. فقال لك والله إنه الناس بالطبيعة كده منقسمين إلى 3 أقسام: ناس برهانيين عقولهم برهانية، دول بقى الفلاسفة ومعرفش مين ومين ومين، وناس جدليين يعملوا جدل وسجال وإلزامات وحوارات وإلى آخره، ودول المتكلمين. وأخيرا عندنا فئة ثالثة اللي هي فئة الخطابيين، أهل الخطابة، دول العوام اللي احنا يعني نأثر فيهم بإيه؟ نأثر فيهم بالكلام اللذيذ، الكلام الحلو، يعمل خطب للناس فالناس يعني تتأثر جدا بهذا الكلام. السؤال اللي لازم توجهه لابن رشد: هل الانقسام بين فئات المجتمع على النحو الثلاثي ده اللي هو بيقدمه انقسام تاريخي، يعني التاريخ هو اللي عمله،
انه في ناس اتيح لها ان تتعلم وان تقرا وان بينما لم يتح هذا لاناس اخرين، فالتاريخ هو المسؤول عن المساله دي، ام انه انقسام طبيعي؟ العجيب انه ابن رشد بيقرر صراحة انه الانقسام انقسام طبيعي وليس تاريخي. بالطبيعة، الناس كده بالطبيعة، يعني الناس بالطبيعة خلقوا، بعضهم بيفكر، بعضهم بيجادل، بعضهم يتلقى ما يلقى اليه، بعضهم اللي هم العوام دول اللي تحت. انتوا عارفين العوام دول تعرضوا لي يعني، مع ان حاجه لذكرهم اذا كان عندي وقت. لا مش مفتوح قوي لانه العوام دول يعني كارثه من الكوارث، وهم العوام دول المسؤولين على ابن تيميه بقى، وهيكونوا هم مدخلنا علشان نروح عند ابن تيميه. اسمهم الحديث حزب الكنبه مثلا لو مش قصدي، اذا حبيت حدسنهم يعني فخليهم حزب الكنبه. العجيب في الامر انه في اللحظه دي اللي كان بيقول فيها ابن رشد الكلام ده، كان في حد سابق عليه، في فيلسوف مسلم سابق عليه اسمه الفارابي، وعنده كتاب مهم الفارابي اسمه كتاب الحروف. في الكتاب ده هو حاول يفسر ازاي نشأت الظواهر الثقافية والمعرفية، يعني حتى ابتداء من اللغة، من أول اللغة ازاي اللغة نشأت إلى أعقد النظريات الفلسفية، يعني ابتداء من ازاي اللغة بتاعت البني آدمين، ازاي البني آدمين عملوا اللغة اللي يتواصلوا بيها، وازاي بدأوا يفكروا بهذه اللغة، لحد ما انتجوا بناءات فلسفية معقدة. وبيتكلم عن التقسيم بتاع الناس، لكن العجيب بقى انه بيعمل تقسيم الناس ده تقسيم تاريخي، بمعنى انه الناس في البداية كانوا لما عملوا الكلام بدأوا يأثروا في بعض بالكلام، وبدأ يظهر الشعر والخطابة وما عرفش ايه وايه 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 وايه، وبعدين ارتقوا عقليا الى حد ما، فبدأوا يتنقلوا من الشعر والادب والبلاغة والمسائل دي كلها الى ان هم يعملوا يعني مساجلات، وعارفين انتوا المناظرات اللي كانت بتتم دي، بدأت الناس تعمل مناظرات والى اخره، فبدأت تبلور الجدل. وبعدين مع الرقي اكتر وصلوا بقى الى المرحله الايه؟ الى المرحله البرهانيه، بما يعني انه الفارابي هذا المرتبط بالشيعة، الفارابي المرتبط بالشيعة ده جعل من الانقسام بين البشر لا انقساما فرضته الطبيعة، وإنما انقساما من صنع التاريخ. التاريخ هو اللي صنعه. الفرق بين الانقسام لما تصنعه الطبيعة أو لما تكون الطبيعة مسؤولة عنه، والانقسام لما يكون التاريخ مسؤول عنه، إنه في حين إن ما يصنعه التاريخ قابل للتبدل، فإن ما تصنعه الطبيعة لا يتبدل، تظل الأصناف ثابتة، تظل الطبقات ثابتة، مفيش أي تغيير، يعني مفيش حركية، يعني مفيش تاريخ ببساطة. شوف يعني الفيلسوف اللي بنقول له بتاع الحداثة، اللي هو لعب دور في بناء الحداثة الغربية. الحداثة الغربية من بين يعني إلى جانب ما تكلمنا عنه بخصوص العقل، عقل هذه الحداثة إنه عقل مفتوح، مش مقيد بأصول ومش مقيد بتصورات مسبقة وإلى آخره. فمحور مهم أو عنصر مهم من عناصر التفكير الحداثي هو التاريخ. إنه الحداثة التفكير فيها تفكير مرتبط بشروط تاريخية، بظروف تاريخية. التاريخ أصبح جزء من بنية التفكير. اللي بيفكر في تاريخ، علشان كده بنقول إنه
من بين المكتسبات الهامة جدا للحداثة هي مفهوم الوعي التاريخي. هل يا ترى عندما ترد الانقسام بين الناس إلى الطبيعة، هل أنت مع التاريخ أم أنك تعادي التاريخ؟ أنت تفكر خارج التاريخ، مفيش تاريخ، أنت مفيش مجال للتاريخ في التفكير الذي تقدمه. يعني ربما نستطيع عند الفارابي أن إحنا نلتمس عند الفارابي أساس لتصورات تاريخية، أنه في تطور تاريخي بينتقل بمقتضاه البشر من حالة أولية في التفكير إلى حالة أعقد نسبيا إلى حالة أعقد نسبيا إلى وهكذا. أما عند ابن رشد فنحن بإزاء طبقات مغلقة على طريقة نظام الكاستس كده في الفلسفة الهندية أو في الفلسفات الهندية. نحن بإزاء طبقات مغلقة، كل طبقة كل فئة مغلقة على نفسها. علشان كده وده بقى المنور، ده اللي بنقول عليه رجل ايه يا اخوانا، ده اللي بنقول عليه رجل التنوير. علشان كده كان يقول لك ابن رشد انه المشكلة اللي عملها الغزالي في نظره، يعني في نظر ابن رشد انه الغزالي تسبب في مشكلة. ايه المشكلة اللي عملها الغزالي في نظر ابن رشد؟ انه اباح انه نشر التأويلات، اذاع التأويلات على العامة. كان لازم ما يذاعش التأويلات على مين يا اخوانا؟ على العامة. يعني لازم تخلي الشعب جاهل ببساطة كده. لما تيجي تحول التعبير القديم ده لتعبير حديث، يعني معناه ايه يا اخوانا؟ معناه انه الشعب يظل ايه يا سادة؟ يظل نخاطبه بمستوى من الخطاب اللي هو واقف عند مجرد الخطابة، ولا ترتفع به عن هذا المستوى. فاللي عمله الخطأ اللي عمله الغزالي في نظر ابن رشد هو ماذا؟ هو انه اذاع التأويلات دي كان لازم تنحصر، تظل محصورة بين اهل التأويل، ما نشركش فيها غيرهم، ما تروحش للعوام، لانه العوام مشكلة. فابن الغزالي في نظر ابن رشد نشر أذاع هذه التأويلات بين العوام. أي أنه ابن رشد ما ينفعش يعني نظل نسرف في ريادته للحداثة. صعب، مسألة صعبة كتير. وبالتالي أنا بتصور أنه لا ينبغي أن يتحول ابن رشد إلى موضوع للتبجيل والتقديس. وفي أحد أساتذتنا دلوقتي، أساتذة الفلسفة الكبار في مصر، يكاد يجعل من ابن رشد أقنوما ينبغي أن نتعبده صباح مساء. نيجي كده نجيبه قدامنا ونفضل قاعدين نميل له ونعمل له مش عارف إيه، باعتبار إن هو ده المسؤول يعني هو ده منقذ، هو ده المخلص، السيفير، المنقذ، ده المنقذ بتاعنا دلوقتي. جيبوا ابن رشد ده كل حاجة هتبقى زي الفل. ده كلام، يعني أنا أظن أنه هذا النوع من الكلام لم يقرأ ابن رشد قراءة مدققة، قراءة متفحصة. يعني أظن أنه هذه النقاط التي أشرت إليها فيما يخص ابن رشد تؤكد أنه ابن رشد لابد أن يكون موضوعا للنظر وليس موضوعا للتأسي. مش تحوله لنموذج علينا ان احنا نتأسى به، لا، لابد ان يكون موضوعا للنظر، وان نتعلم ان نطرح عليه السؤال: لماذا انهارت عقلانيتك؟ لانك ما كنتش معترف بالتاريخ، لانك فكرت بالاصل زي غيرك، لانك حافظت على نظام اجتماعي متكلس قائم على التمييز الصارم بين الطبقات، لأنك كنت من أنصار عدم نشر المعرفة. المعرفة ما تنتشرش، المعرفة محصورة في فئة من منتجيها ولا تخرج عن هذه الفئة من منتجي المعرفة إلى غيرها. كل ده يعني كل دي عناصر في حاجة إلى أنه إحنا نعيد النظر فيها عند ابن رشد. علشان اروح لابن تيمية لكي لا يعني يبدو كأننا يعني فقط اوقف، مع انه فعلا مع انه من الجميل، لانه كلكم متوقعين انه ابن تيمية سيء وشرير.
ما عندناش مشكله في هذا التوقع. لكن كلكم ايضا كنتم متوقعين ان ابن رشد ده جميل وزي الفل. فالحقيقه علينا انه احنا بمثل ما نحن مطالبون باعاده بالتفكير في ابن تيميه، نحن ايضا مطالبون بالتفكير في ابن رشد، ولا ينبغي التعامل مع اي منهما على انه اصل ينبغي احتذائه وينبغي تاسيه في اللحظه اللي احنا بنعيشها دلوقتي. خلونا نيجي لابن تيميه. ليه ابن تيميه ليه هذه السطوه الكبيره؟ ابن تيميه انتوا عارفين ظهر في القرن السابع، في وقت كان العالم الاسلامي يمكن بعد ما ابن رشد مات. ابن رشد مات لا اكتر من كده شويه. ابن رشد مات 598 اظن او 95. هو عاش انا عارف ميلادي 1200 وحاجه مش عارف. لا 598 او 95 مات يعني مات في نهايه القرن السادس تقريبا ابن رشد. ابن تيميه اتولد في النص الثاني من القرن السابع 661 تقريبا اتولد ابن تيميه، ومات في القرن الثامن. وكان معروف انه الفتره يعني فتره السادس والثامن هي فتره تضاعف وانهيار في العالم العربي والاسلامي كله. يعني اللي يقرا مقدمه ابن خلدون ويشوف تقييم ابن خلدون لهذه الفتره والعصر. ابن خلدون مات في القرن التاسع، يعني في بدايات القرن التاسع 809 تقريبا. فكل الفتره دي تقريبا كان ابن خلدون متابعها وشايفها، وكان شايف انها فتره انهيار كامل في العالم العربي والاسلامي. العالم الاسلامي بينهار تماما. اذا احنا بإزاء حاله من حالات الانهيار. لكن الانهيار ما كانش ابن هذه اللحظه، الانهيار له مقدمات اسبق من لحظه من لحظه القرون المتاخره دي الثامن والتاسع. عايز اوريكم ابن تيميه جه منين. ابن تيميه النقاط الاساسيه اللي هي مسؤوله عن تبلور فكر ابن تيميه وتاثيره وسطوته الكبيره جدا بدات امتى؟ بدات في اواخر القرن الثاني الهجري ومنتصف القرن الثالث الهجري. احنا عندنا اواخر القرن الثاني ويمكن لحد منتصف القرن الثالث كده عندنا مشكله. خدوا بالكم انه في منتصف القرن ده نبدا كده من البدايه. اتولد البخاري 194 هجريه. الامام الشافعي مات 204 هجريه. احمد بن حنبل مات يمكن 239 او 200 حاجه و40 هجريه. قدام فتره هي دي فتره تاسيس الخراب اللي احنا فيه، اذا جاز ان انا استخدم تعبير الخراب، يعني فتره تاسيس الخراب وبدايه الانهيار في اللحظه دي تحديدا. انا عايز اوريكم الافكار اللي خرج منها اللي ابن تيميه بقى هيستثمرها وهيتشكل منها التيار الذي لا يزال اللي هو الآن بينشر الخراب والفوضى في العالم العربي. لأنه احنا دلوقتي بإزاء النشر للخراب والفوضى والدم في العالم العربي. التيار اللي بينشر هذا الخراب والفوضى بادي من اللحظة دي، اللحظة المبكرة دي. ايه اللي حصل فيه؟ ايه الافكار اللي في الفترة دي ظهرت؟ ايه الظروف اللي وصلتنا للحال التي بتنا عليها الآن؟ نبدأ من الشافعي، لأنه الشافعي في الحقيقة بداية الأزمة، وده أمر مؤسف، لكن لابد أن نقر به ولنكن صرحاء يعني في إقراراتنا بأنه المشكلة بدأت من عند هذا الرجل. ليه؟
لأنه هو بيعمل الأصول، علم الأصول، وبيرتب العلاقات بين الأصول وبيبني الأصول. وبقصد بعلم الأصول هنا علم أصول الفقه بالتحديد. عمل إيه؟ راح واخد السنة، ما يسمى بالسنة، ورفعها إلى مقام الكتاب، اداها مقام الكتاب، اداها، اعتبر السنة وحيا. تقولوا لي قبل كده السنة كانت بتعامل كوحي؟ أقول لكم لا. ودي مشكلتنا دلوقتي مع اللي حاصل دلوقتي، إنه اللي حاصل دلوقتي إنه كل التقاتل اللي حاصل احنا شايفينه على شاشة التلفزيون ده، سواء من علماء الازهر او ما اعرفش من بعض ممن يعارضونه، كله على الفتره دي، على ايه اللي حصل في الفتره دي. الفتره دي ايه اللي حصل فيها تحديدا؟ السنه على مدى الفتره السابقه على الشافعي لم يكن ابدا يتم التعامل معها باعتبارها وحي، والى الحد اللي كان ممكن الاختلاف معها. يعني هناك صحابة اختلفوا مع سنة، مع ما قيل لهم أنه سنة، لكن يظهر لنا واحد من هؤلاء كان معاوية بن أبي سفيان، يعني في معاملة من المعاملات اختلف مع السنة اختلافا كبيرا، وعندما تم تنبيهه من جانب واحد من الصحابة لأنه النبي ما كانش بيعمل كده، النبي كان بيعمل كذا 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 كذا، قال ما أرى بهذا بأسا، ما أرى فيما أفعله بأسا. لدرجة انه الصحابي الاخر ده، وكان هو الصحابي الجليل ابو الدرداء، قال من يعذرني في معاوية؟ احدثه عن سنة رسول الله ويحدثني برأيه. يعني انا بكلمه عن سنة الرسول، لا ده عيب كده يا حاج احمد، تهيألي احنا نقفل ده، بس ده ما بعرفش اقفله للاسف. خلينا نقفل ده. ثم انه الفترة دي فترة 150 سنة، 150 سنة الأولى من تاريخ الإسلام، حتى اللي يتابع كيفية تعامل الخلفاء والصحابة اللي يتابع كيفية تعامل الخلفاء حتى مع الحديث النبوي، ما كان يقال عنه حديث، كان في الحقيقة بيتم تحذيره من المبالغة أو الإسراف في ذكر الحديث، بحيث إنه إحنا يعني نستطيع أن نقول إنه هذه الفترة الأولى دي كانت فترة تحفظ بإزاء الحديث. ثم جاء الشافعي ودخلنا في يعني تطور آخر، تطور مرتبط بالأساس بكيفية تأسيسه للسنة وتحويل السنة إلى وحي. ثم حدث تطور آخر مرتبط بماذا؟ مرتبط بالصراعات السياسية. الصراعات السياسية التي حدثت في هذه الفترة، وخصوصا داخل الخلافة العباسية، لدرجة الخلاف بين إخوة، بين الأمين والمأمون مثلا. الخلافات دي استدعت استدعاء العوام كقوة حاكمة في النزاعات الحاصلة. بدأ العوام يدخلوا حقل السياسة. بدأت قصور الخلفاء بدأت تستدعي العوام. العوام لازم يجوا. أحد الخلفاء مثلا في الصراع بين الأخين دول، أحد الخلفاء استعان بالأتراك باعتبارهم القوة اللي بتدعمه. فمن للآخر
من أين للآخر بقوة أخرى يقف بها في مواجهة أخيه على الخلافة، لم يكن إلا ماذا؟ لم يكن إلا العوام، أن يدخل العوام كقوة داعمة، قوة مساندة. دخول العوام استدعى انفجار، ما أسميه أنا بانفجار النصية في الإسلام، إنه بدأ انفجارا نصيا في الإسلام. لماذا؟ وده كان منطقي جدا. لماذا؟ لأنه كيف تسيطر على العوام؟ إزاي نسيطر على العوام؟ العوام من يقرأ تاريخ بغداد في هذه الفترة، اللي يرجع لكتب المؤرخين في هذه الفترة ويقرأ تاريخ بغداد، يعني يشوف المؤرخين بيشيروا كثيرا إلى وقوع الكثير من الفتن، اللي كان السبب في هذه الفتن كان مين؟ كان العوام بشكل أساسي. أصبحوا منغص من منغصات الحياة السياسية. عشان كده بيجي لنا خليفة عباسي هو الخليفة المتوكل. وأهمية الخليفة المتوكل في الحقيقة بأنه أول من تشيع مذهبيا، أول واحد قال إن أنا بتبنى في الفقه الشافعي، أول حد قال لنا المسألة دي. وبدأ في عهده الدعوة إلى ما يسمى إحياء السنة، إحياء السنة وإماتة البدع. العبارتين دايما كانوا بيترددوا بهذا التماسك. إحياء السنة كان يعني ببساطة فتح الباب أمام تبلور هذه المنظومة الحديثية اللي خلت واحد زي البخاري يلاقي نفسه قدام، حسب قوله حسب روايته هو، يلاقي نفسه قدام 600,000 حديث يصحح منها فقط أقل من 3,000 حديث، نسبة معدومة تقريبا. بينما مسند زي مسند الإمام أحمد في نفس الفترة تقريبا حوالي 40,000 حديث، الإمام مسلم حوالي 6,000 حديث. بدأ هذا الانفجار النصي، بدأنا نعول على النصوص، لأنه لا يمكن السيطرة على العوام إلا بالنصوص. بدأ الانفجار اللي خرج من هذا الانفجار. طبعا أحمد بن حنبل خارج من هذا الانفجار. ولو لاحظتوا إيه نوع العلاقة بين أحمد بن حنبل وبين الإمام الشافعي لأدركتم مدى التأثير، الدور الحاكم الذي لعبه الإمام الشافعي في مسار تطور الفكر الإسلامي، أو في مسار تطور التفكير النصي في الإسلام. ربما لم يكن يدين الإمام أحمد لحد من الفقهاء السابقين بمثل دينه الكبير جدا للإمام الشافعي، ولا أحد سواه. لماذا؟ بسبب إصرار الإمام الشافعي على التعالي بالسنة إلى مقام الوحي. فأصبح عندي المقدمة الأولى اللي هي الارتقاء بالسنة إلى مقام الوحي. ترتب على كده أنه نحن في حاجة إلى نصوص لكي نخضع العوام، لأنه العوام طول الوقت بيتم إقصائهم من مجال التفكير، مش هتفكر لهم بالعقل، لأن يعني هؤلاء العوام حسب حتى التمييز اللي أشرنا إليه قبل قليل بخصوص ابن رشد، احنا قلنا إنه العوام طائفة كبيرة جدا لا ينبغي التعامل معها بغير الخطابة. إذن في حاجة إلى ماذا؟ نحن في حاجة إلى نصوص نسيطر بها على هذا التركيب، على هذا البناء، على هذا الجيش من العوام. فظهرت هذه المدرسة اللي منها الإمام أحمد طبعا، ثم كان بعد كده ابن تيمية. ابن تيمية كان مشغولا بالحشد. كلنا طول الوقت هتبص تلاقي هؤلاء كانوا مشغولين بالحشد في مواجهة ما يتصورونه مخاطر على الإسلام أو إلى آخره. ابن تيمية طبعا
من المؤكد ان كلكم تعرفوا انه الحروب الصليبيه كانت في عهدي على اشدها من جهه هذه واحده، ومن جهه اخرى كانت التتار، كان الخطر التتار كان خطرا داهما ايضا على العالم الاسلامي. فكيف يتم المواجهه مع هؤلاء؟ من هنا بقول انه فيما يخص ابن تيميه عنده هذا الجانب اللي اشرت اليه قبل كده، الجانب اللي كتب فيه عن نقد المنطق والرد على المنطقيين، وهي زي ما قلت لكم نزعه عند ابن تيميه لو طورناها، لو تطورت هذه النزعه بتصل بنا الى ابن تيميه مختلف تماما عن ابن تيميه الاخر، ابن تيميه النصري. يعني عندي وجه عقلاني في ابن تيميه، ابن تيميه لا ينبغي ابدا النظر اليه على انه مجرد وجه نصي، لا مش صحيح. ابن تيميه عنده وجه عقلاني، لكن المشكله انه الوجهين عند ابن تيميه مش متفاعلين، الوجهين عند ابن تيميه متجاورين، ده موجود وده موجود، وعليك انت تختار.